السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد وان شاء الله هنعمل احلى اكل مع بعض. كان عندي حبة جزر كده يا ولاد هيبوظوا في التلاجة، قطعتهم كده ورحت حطهم على النار بكوباية من السكر، وقلت بقى العيال تاكل كده، ما هو الجزر يا ولاد بيقوي النظر ولا ايه؟ سبته على النار ياخد ويدي مع نفسه وخلاص كده. جهزت مسكت التلاجة بتاعتي نضفتها وجهزتها وما خلتش فيها اي حاجة. والجزر الزيادة طبعا مرموهوش، ممكن تفرزيه تبشريه وتحطيه في التلاجة، تنفع معاكي في التتبيلات. وممكن كمان تقطعيه زي ما انا مقطعاه كده وتحطي عليه سكر، العيال تاكله بالمعلقة، حاجة كده جميلة وتحفة. وممكن تسلقي نص سلقة وتاخدي منه. انا الحلة دي كلها ما عملتهاش ان هم كلوها بس، لا اخدت منها جزء للعصاير، للبرتقان، عصير البرتقان وكده. او ممكن تضيفي على المانجا بيبقى طعمه جميل. كان عندي بقى حبة من الطماطم كده، خفت عليهم يبوظوا، ما الست الشاطرة ايه، ما تسيبش حاجتها تبوظ ولا اي حاجه. وبالذات انا عندي التلاجة بتاعتي يعني بعافيه يا عيني، ما هيش قادره تسقع على اي حاجه، فاي حاجه في التلاجة بتبوظها. فقلت يلا الحق نفسي كده علشان قبل ما انزل السوق انضف تلاجتي واشوف ايه اللي هيبوظ فيها، عينه بسرعه قبل ما يبوظ، علشان كده اجهز حالي. انا بيدوبك يعني بشيل الحته اللي فوق دي، وبعد كده ايه، بحط عليها حوالي كوبايه من الميه واسيبها تاخد وتدي مع نفسها على النار. اول ما بتتسلق معايا بضربها بالهاند بريندر واصفيها، او لو مش عايزه تصفيها هتعبيها في اكياس وتبقى جاهزه على الطبيخ بتاعك. كل حاجه بتبقى تحت ايديكي كده، حتى لو النور قاطع او اي حاجه من دي والكبه او الخلاط مش هيشتغلوا، فتبقى حاجه عندك في الفريزر جاهزه من ما تطلعيها تعمليها. يلا بقى شوفوا هنعمل اكلتنا ايه النهارده. المشكله بقى ان اكلتنا دي مش اي حد بيحبها، في ناس معترضة عليها كتير خالص. بس انا يعني في حد بيقول ان هي حرام، وحد بيقول ان هي مش حرام، حد بيقول مش عارفة ايه، فانا مش عارفة. المهم ان الاكله اللي انا هعملها دي جوزي اللي جايبها، وهو اللي جايبها من ايده بالميه هو وابني. تمام. حطينا بقى ايه، صينيه كده على النار، حطيت فيها معلقتين سمنه كده وحبه زيت والماده الدهنيه اللي انت حابه تحطيها. وبعد ما قطعت البصل اللي انا قشرته معاكم حوالي هم 4 5 بصلات، هنزلهم كده. عايزه اقول لكم ادوهم صدمه كبيره كده. وبعد كده ايه ده هتبقى فيها لغايه ما البصلايه بتاعتي تغمق، لغايه ما تحسي ان هي ايه يعني اغمقت زياده عن اللزوم. ما تخافيش، اهم حاجه انك ما تحرقهاش عشان ما تمررش، ايدك تبقى فيها عشان ما تلزقش ولا اي حاجه من دي. هنا بقى عملت كمان بصلايه ورحت حطاهم عليها نصها، بتبقى الصينيه دي بتحمري جامد حبه كده زي ما انتم شايفين 3 4 بصلات، وبعد كده بتحطي بصلايه او بصلتين تقسمي الخلطه يعني، وتحطها في الاخر كده تقلبها تقلبتين وخلاص. على كده بيبقى جزء من متحمر جامد وجزء لا. بعد كده بقى الطماطم بتاعتي كانت اتسبكت، خدت حبه حلوين كده عليها، شوفوا حمرا وجميله وصافيه ازاي. لان الطريقه دي بتنفع جدا، الطريقه اللي انا بسبك بها الطماطم. احط بقى حبه حباش وحبه السبع بهارات والثوم البودره، ومعايا كمان بهارات اللي انا عاملاها على القناه، هنزلها لكم ان شاء الله. بهارات الايه، السمك عاملاها بطريقه جميله جدا جدا. وحبه كمون بقى كده، وكتري الكمون لان الكمون النهارده الفيديو بتاعنا برعايه الكمون. دي الطماطم بقى اللي انا عاملاها، كنت منشفه قشر الطماطم وضربتها في الخلاط بحبه ملح وكده، حاجه تحفه فاخر من الاخر. عرفتوا طبعا احنا بنعمله ايه، بنعمل سمك القراميط. عارفين سمك القراميط؟ كان جوزي مصطاده من النيل وشايف ان هو نضيف وحلو وقال لي اعمليه. انا عندي عيالي ما بتاكلوش غير جوزي وابني بس، انما بقيه الاسره ما بتاكلش الاكل ده. بالنسبه للناس اللي قالت حرام، ما فيش حاجه مؤكده ان حاجه اللي حد قال ان السمك ده حرام، ما هو قالوا برضو على الارنب حرام وكده، فانا متاكده ان ده مش حرام ولا اي حاجه. هبدا بقى كده ارصه على الصينيه بعد ما البصلايه الطماطميه بتاعتي اتسبكت تسبيك كويس وحطيت بهاراتها وكل حاجه. اهم حاجة بقى في الموضوع انك بقى تسقي بقى الوش ده ياخد من فوق ومن تحت كده. وكان معايا كمان بتروخ، حاولت ان انا ازنق كده الصينية. وبعد كده خلاص بعد ما ايه، ما حسيت ان الصينيه اتفردت كويس، انتوا بتحطوا الظهر على الخلطه والوش الابيض اللي انتوا شايفينه ده، لان احنا دلوقتي هنرش عليه رشه فلفل اسود، وده لازما تعملوا كده علشان الزفاره، وفي نفس الوقت بتدي ريحه جميله جدا. وهنا بقى حطيت حبة مية اهوت علشان اسقسق كده الايه، الصينية، اخد من فوق لتحت كده علشان تشرب من كل التتبيلة اللي احنا حاطينها. مش عارفة بقى الفلفل الاسود هيتصور معاكم هنا ولا زي كل مرة الايه، الحاجة بلاقيها ببقى مصوراها وما بلاقيهاش. فانا باكد لكم ان اهو، ايوه حطيت اهو، شايفين الجمال هنا، الجمال عدى الكلام.
بعمل كل حاجه معاكم اهو، الفيديو ما بوظش الدنيا وصور لي كل حاجه الحمد لله. هسيبه بقى ياخد غلوتين كده او 3، وبعد كده خلاص الميه بتاعتي اللي انا حطاها اتشربت تمام، السمكه استوت، خدتها بقى من فوق لتحت والصلصه طلعت فوق والشكل بتاعها بقى جمالي كده. هتحطها بقى في الشوايه تاخد لون. بعد بقى ما تحطها في الشوايه كده، تعالي جهزي اكلتك الجميله دي وشوفي الجمال. شايفين هنا كده الجمال عدى الكلام يا جماعه، شايفين الشكل عامل ازاي؟ يلا بقى ظبطي سفرتك وحطي طبقك واعملي كده اكله جميله شكل حلو كده. حطي طبق التقديم، حطيت كده طبق رز اللي بتو كده كنت حاطاه في بوله يعني، ورحت قلباه كده على الطبق. وخدي بقى الحته اللي بتحبيها بالصوص اللي تحتها والبصل والطماطم الحاجه الجميله بتاعته دي، هتحطها كده في الطبق. بصوا انا عايزه اظبط لكم والله، يعني كل اللي بعمله ده عشان اظبط لكم. شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي؟ حبيت كده ان اقرب لكم وابعدكم، بس تقريبا الكاميرا كانت عايزه تتمسح شويه. هنا بقى يعني كان التقديم بتاعي طعمها جميل والله، انا كلت معاهم ما شاء الله حلو خالص. ولو اني يعني ماليش في السمك ده، بس كلت معاهم لان ريحته كانت مسمعه. ده الشكل بتاعه. يلا بقى نفصص كده السمك وشوفوا قلبه عامل ازاي. ده الصوص بتاعه بتحط كده على الايه، على الرز بتاعك وتغمسي وتاكلي. شوفوا قلبها ابيض وتحفه جميل ازاي. اتمنى بقى يعجبكم الفيديو. شوفوا يتفصص والله طعمه تحفه تحفه تحفه. وتاكلي بقى على قلب وهنا يا رب. اللي كل من اكلنا اتمنى ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.